الثلاث حاجات دول هيعملوا معاكي اضرار للبن، وهتلاقي ان كميه اللبن معاكي كويسه جدا وبتشبع طفل. مش معنى كده ان الام اللي بترضع صناعي ان ابنها مش بيستفاد، لا طبعا هو ده رزق، واحنا ما نقدرش نتكلم في اي حاجه زي دي، لان في امهات بيكون موضوع الرضاعه الصناعي ده بيكون غصب عنهم فعلا، بيكون فعلا ممكن يكون لبنها قليل، ممكن يكون لبنها مش مغذي، فالدكتور بيضطر يكتب صناعي لان وزن البيبي ما بيزيدش معاه في كل زياره. ففي امهات بيبقى فعلا غصب عنهم موضوع الصناعي ده. بس الام اللي ربنا رزقها بلبن طبيعي في صدرها ومفيش اي مشكله معاها، مش عايزاها من تشققات الحلمات تقول لا انا هبطل رضاعه، انا تعبانه، انا مش قادره. انا قلت لكم على حل الموضوع التشققات، ان احنا هنلبس واقي الحلمات الفتره بس اللي هي اول اسبوع مثلا او اول 10 ايام، لحد لما تحسي ان انت بقيتي بترضعي من غير الم، ما تحسيش بوجع، ما فيش دم، ما فيش اي مشكله. خلاص هتبداي ان انت يبقى في كونتاكت بينك وبين البيبي وما فيش واقي حلمات فاصل بينك وبينه، انت بترضعيه عادي جدا. طيب الامهات اللي مش قادره تستحمل تشققات الحلمات، مثلا في امهات بيكون ما بتستحملش الوجع شويه او كده، ممكن تعمل ايه؟ ممكن تستخدم جهاز الشفاط. هتشفطي وهتدي للبيبي برده في الببرونه، هتحطي الكميه اللي هقول لك عليها برده دلوقتي، هتحطي الكميه اللي المفروض البيبي يرضعها وهترضعيه. المهم ان انت تحفزي الغدد اللبنيه عندك، يبقى في شفط، يبقى في سحب، عشان المخ يدي اشارات ان احنا المفروض في سحب، فاحنا المفروض نفرز. فانت ما تستسلميش، بجد الرضاعه الطبيعيه نعمه من عند ربنا، لازم ان احنا نستغلها ونحافظ عليها. طب البيبي في الوقت ده بيرضع كم مره؟ يعني انا اقدر ارضعه كل قد ايه؟ علشان انا مش عارفه المفروض ان هو جعان كل قد ايه او هيجوع كل قد ايه. طيب انا هقول لك دلوقتي انت المفروض تعملي ايه. لو بنرضع طبيعي بس، يعني لو انت مامي بترضعي طبيعي بس، هترضعيه كل ساعتين. طب فرضا هو قبل الساعتين عيط وحسيت ان هو بيعيط عشان هو جعان، هترضعي عادي جدا مفيش اي مشكله. لكن لو صناعي الرضعه بتكون كل 3 ساعات، بتعملي له 30 مللي وبتديهم له. عيط بعدها وحسيتي ان هو جعان، بلاش ان انت تزودي وبلاش ان انت تدي لبن. ممكن جدا تلاقيه رجع، تلاقي ان هو معدته مليانه بس هو بيعيط مش جعان، هو عايزك تشيليه، هو عايزك مثلا تعملي له مساج لبطنه، هو بطنه مغصه شويه. فحاولي ان انت تنظمي عدد الرضعات عشان تتلاشي تماما موضوع المغص. طبعا هم كده بيجي لهم مغص، دي حاجه اكيده بنسبه 100% عند كل الاطفال حديث الولاده موضوع المغص ده، وده لان زي ما احنا قلنا جهازهم الهضمي لسه بيتكون، فهو لسه المعده بتبتدي تستوعب يعني ايه هضم ويعني ايه لبن. هو يا حبيبي كان جوه المشيمه قايمه له بدور كل حاجه، جعان المشيمه بتدخل له اكل والاكل اتهضم، المشيمه بتخرج الاكل ده، هو مش حاسس بحاجه، هو ما كانش بيعمل مجهود جوه. فجاه بقى هو اللي لما يجوع لازم يعيط عشان يعرفك انا جعان دخلي لي اكل. عايز يعمل بيبي فمعدته بتبقى وجعاه عشان بتهضم، فتلاقيه بيعيط عشان هو بيعمل بيبي او عايز يعمل بيبي، او مثلا عنده غازات مضايقاه. فهو هتلاقي في الفتره دي في شويه زن، شويه في شويه عياط، في شويه تفاصيل كده صغيره انت هتعرفي تتعاملي معاها انا متاكد. طيب الامهات اللي مثلا مش عارفه تنظم موضوع عدد الرضعات ده، يعني انا دلوقتي برضع طبيعي فانا المفروض ارضعه كل ساعتين. طب وقت النوم معلش في الفتره الاولانيه هتحاولي ان انت تعملي الارم يصحيكي كل ساعتين كده، لو هو نايم حاولي تقلقيه، لان عدد الرضعات مهم جدا في الفتره الاولى. لازم كل ساعتين يدخل له اكل عشان بعد الشر تتفادي ان فجاه يحصل له هبوط، فجاه يحصل شويه مشاكل في الكبد، يحصل فيه كسل في الكبد او يحصل اي مشكله احنا في غنى عنها تماما. فاحنا هنحاول ان احنا ننظم عدد الرضعات. معلش هي فتره تعب شويه بس والله فعلا هتفرق معاه جدا في صحته وفي جسمه وفي كل حاجه. انت عايزه ابنك اكيد احسن حد في الدنيا، فمعلش هنتعب معاهم بس اول شهرين كده، وبعد الشهرين هتلاقي كل حاجه بقت تمام معاكي جدا، مفيش اي مشكله في اي حاجه. انت حفظتي البيبي، عرفتي تفاصيله وعرفتي تتعاملي معاه ازاي، موضوع المغص هيقل معاكي، كل الحاجات اللي كانت بتتعبه في الاول هتلاقيها واحده واحده بالتدريج ابتدت تختفي تمام. طيب الامهات اللي مثلا بتشتغل ومحتاجه تدخل صناعي مثلا، او هي لبنها قليل فالدكتور كتب لها صناعي، او هي لبنها مش بيزود البيبي فالدكتور كتب لها صناعي، انت اللي انت هتعمليه ان انت كل 3 ساعات هتدي رضعه صناعي، هتعملي 30 مللي وهتدي رضعه صناعي، وهتفوتي بعد الرضعه ساعتين وتحاولي معاه في الطبيعي، ومره تانية بعدها 3 ساعات تعملي صناعي، وهكذا هتنظمي يومك على الاساس ده. طيب هل هو مش كده مش هيحصل له التباس حلمات؟ انا بديله مره ببرونه ومره من صدري مره ببرونه، هو كده مش هيحصل له التباس؟ لا ما تقلقيش، احنا متكلمين في فيديو قبل كده عن نوع الببرونات اللي ما بتسببش التباس حلمات، تلاقيه موجود، هتعرفي الفرق بين الببرونات العاديه اللي ممكن تسبب التباس وبين الببرونات اللي احنا بنجيبها عشان ما تسبب لهمش اي التباس. كمان يا جماعه في بيبيهات بتكون مولوده عندها مشكله في التنفس واحنا حابين ان احنا نرضعهم طبيعي، والدكتور هيجي يقول لك الرضاعه الطبيعي مجهود عليه، بلاش ان انت تخليه يعمل مجهود لحد بس ما نفسه ينتظم. هتعملي ايه؟ طب انا واحده مثلا عايزه ارضع طبيعي ومش عايزه ادخل صناعي، هتشفطي وهتجمعي له اللبن، وان انت كل ساعتين هتدي له بالببرونه، وزي ما احنا اتفقنا هندي بالببرونه اللي ما بتعملش التباس عشان تقدري ان شاء الله بعد ما نفسه ينتظم وصدره يبقى كويس تقدري ترجعي ان انت تدي طبيعي تاني وتستغني عن الببرونه. فانت اللي انت هتعمليه ان انت هتشفطي وكل ساعتين هتدي له 20 مللي، كل ساعتين هنحط في الببرونه 20 مللي، وزي ما اتفقنا انا برده شارحه لكم قبل كده جهاز شفاط اللبن ازاي نستخدمه
نستخدمه وازاي نحتفظ باللبن. كل الحاجات دي هتلاقوها في الفيديو الموجود اللي بيتكلم عن جهاز صفات اللبن. وعلشان النقطه دي بالاخص حطيت الببرونه في شنطه الولاده، عشان زي ما قلت لكم البيبي احيانا بيتولد عنده مشكله في نفسه، والدكتور اللي بيكشف عليه في غرفه العمليات ممكن يقول لك بلاش دلوقتي ان انت ترضعي طبيعي عشان هو نفسه ما يسمحش بالمجهود بتاع المص والسحب ده، هو مش قادر.